وحشتوني. النهاردة الكيك بتاعنا مش عادي، كيك كلاسيك خفيف وسهل وجميل. تقدروا تقولوا ان ده من اشهر انواع الكيك اللي ممكن تاكليها في حياتك، وكمان سهل واقتصادي جدا جدا. يامي يامي ان ماي تامي. او ماي جاش او ماي جاش. بصوا بقى، بص الحركه دي. بصوا شكل التوت عامل ازاي من جوه. بص الطبقه عامله ازاي، يعني اصلي يعني حاجه ما فيش بعد كده. خطير. بصوا. او ماي جاد، حقيقي تبارك الله. بصوا الصيام حقيقي حلوة قوي، سوفت، لونها حلو من جوه، السكر بتاعها مظبوط، كل حاجة حلوة بحبها، خفيفة. هنستخدم هنا الزيت، هنجيب اي بولة كبيرة وهنحط فيها الزيت بتاعنا، وبعدين بعد الزيت هننزل عليها ب2 بيض حجم كبير. لو ما فيش الحجم الكبير يبقى هتحطي 3 بيض، اتفقنا؟ وهضربهم بالمضرب اللي هو اليدوي. تقدري تحطيهم في الخلاط، بس الطريقة دي اسهل وابسط ليكي، كمان لا تزعجك بصوت الخلاط ولا المضرب، يعني بايديكي. حوالي 10 ثواني. هنا هاخد الدقيق بتاعي نخلاه، هاخد منه شوية واركنهم على جنب. هنزل بالبيكنج باودر والملح، وهقلب البيكنج باودر والملح مع الدقيق، وبعدين انزل بالدقيق على الخليط بتاعنا شوية بشوية عشان ما بهدلش الدنيا وما ننطفش، وانتوا عارفيني كسولة. لا انا بهزر، بس حقيقي مش عندي طاقة تانية. هنا بقى هنزل بالسكر وهقلب بالراحة من غير برضو ما بهدل الدنيا، وبعدين هنزل بالفانيليا السايلة. لو عندك باودر استخدميها، واتيفر الاتنين بيشتغلوا. عايزة اقول وانا بعملها كانت الريحة حلوة قوي، كأني كده كنت عايشة في بيت من بيوت ديزني حقيقي. يعني بتاخدك وتنقلك من مكان تاني، الاجواء بتاعتها مع طعمها مع الريحة بتاعتها وهي بتتعمل. بعد ما قلبت المكونات بالشكل ده، هاخد التوت بتاعي واروح نازلة بيه جوه الخليط بتاعنا. استخدمت حوالي كوباية من البلوبري، وهقلبه تقليبة بسيطة وسريعة. شفتوا قد ايه المكونات سهلة مفيش فيها اي شغل، وكمان لا خلاط ولا هاند بلندر، امين اسمه ايه المضرب التاني ده، الحاجات دي. هنا هنزل بالدقيق اللي انا ركنته على جنب مع السكر مع قطعة من الزبدة. شوية دقيق اللي خدناهم من مكونات الكيك اللي ركناهم على جنب، ده الوقت بتاعها للاستخدام. خدته ضفت عليه السكر العادي مع الزبدة بتاعتي، الزبدة اللي لسه طالعة من التلاجة مش سايحة، وهبتدي كده كأني ايه هفركهم في بعض، هخليهم مرملين زي الرمل. بعد ما ايه ادعك السكر بالدقيق بالزبدة، وهيبقى حبيبات بالشكل اللي انتوا هتشوفوه. هاخد ورقة من الزبدة، هروح مكرمشاها كده واروح حطاها في قاع القالب اللي هشتغل عليه بالشكل ده عشان تسهل عليا الدنيا، وهرشها سبراي او زبدة او زيت، وهنزل بالخليط الكيك بتاعي وهوزعه كله طبقة واحدة. من اجمل ما اكلت حقيقي في الكيك. هاخد بقى حوالي شوية بسيط من اللي هو من التوت مع الدقيق والسكر اللي دوبناهم مع بعض، وهرشهم من فوق الكيك على الوش. يعني هعمل طبقة خفيفة بالمكونات بتاعتنا اللي هي المقادير اللي احنا عملناها دي دلوقتي، نزلتها من فوق على الوش.
ودخلتها الفرن على درجة حرارة 360. قعدت نص ساعة. أول ما تبرد هرش عليها السكر البودر وهقطعها حاجة كده يعني اسمها ايه، كأنها الزبدة طرية قوي، خفيفة جدا. الطبقة بتاعتها عجباني، لونها من جوه حلو، الريحة كانت يا ريحة فواكه زهور، حقيقي عجباني قوي لانها سهله وبسيطه وخفيفه. عايزه اقول ما تنسوش تتابعوني على قناتي، بنزل عليها فيديوهات جديده، وتابعوني برضو على صفحتي على الفيس، ده الكيك بتاعنا. يامي يامي ان ماي تامي. او ماي جاش او ماي جاش. بصوا بقى، بص الحركه دي. بصوا شكل التوت عامل ازاي من جوه. بص الطبقه عامله ازاي، يعني اصلي يعني حاجه مفيش بعد كده، خطير. بصوا او ماي جاد، حقيقي تبارك الله. بصوا اصلا حقيقي حلوه قوي، سوفت، لونها حلو من جوه، السكر بتاعها مظبوط، كل حاجه حلوه بحبها، خفيفه. ما شاء الله. I want to say that. enjoy. بسم الله. Oh my gosh. Adults?